هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة. يسعد مساكم متابعينا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، سواء على البث المباشر 103.5 موجة الاف ام او على صفحتنا بوير عربي. مساء الخير مرة تانية، اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. من اعداد وتقديم عماد خلف. رح يكون معنا ضيفنا بالاستوديو هو الدكتور داود بلال احمد، اختصاصي بالامراض الصدرية. نتمنى تستفيدوا ونتمنى انكم تشاركوا رابط الحلقة انتو ونحن. رح نرحب بالدكتور داود. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا فيك. يسعد مساك وشكرا لاخذ وقتك اللي خصصته لمستمعينا، لحتى مستمعينا ومتابعينا يستفيدوا. متابعينا للي حابب ينضم او حدا عنده سؤال عبر التواصل، اكيد فيكم تتواصلوا معنا. 429 101 هو رقمنا الارضي. الواتساب 093 82 80 81 4. عبر البث المباشر اللي حتى برات البلد فيكم تبعتوا اي سؤال يخطر على بالكم بخصوص موضوعنا او بخصوص اختصاص الدكتور هو الامراض الصدريه. موضوعنا هو راح يكون أيضا تابع لهالجائحة اللي غزت كل الدول، هي جائحة كورونا وآخر مستجداتها. راح تكون في العديد من الأسئلة اللي راح نطرحها على الدكتور داود. دكتور داود راح يخبرنا شو هي آخر مستجدات كورونا. دكتور، طبعا بدنا نحكي على آخر مستجدات الكورونا. الشيء اللي لمسناه هلا بالأخير هو صدور لقاح الكورونا بالفترة الأخيرة بثلاث شركات تقريبا. شركة صينية أصدرت لقاح ووافقت عليه منظمة الصحة والأغذية العالمية، وهذا اللقاح يمكن بالبحرين بلشوا يستخدموه من امبارح. وفي لقاح سبوتنيك الروسي اللي وسطوا كتير من الدول، واللقاح الأكثر تدروجا هلا هو لقاح الفايزر. اللقاح فايزر استعماله هلا بدول الاتحاد الأوروبي وبأمريكا. هذا المستجد العالمي الأكثر، ولكن المستجدات عنا على مستوى منطقتنا باعتبار نحن شوي بعيدين لسه عن اللقاح. ملاحظة الفترة الأخيرة هي إلى حد ما زيادة نسبة وفيات كبار السن من الكوفيد 19. الشغلة الثانية، الأعراض كانت قبل من 6 شهور أول بدء الوباء، خلينا نقول مو الجائحة، كانت أعراض الهضمية مسيطرة، الأعراض الهيكلية، أعراض العضلات والمفاصل، أعراض شهية الأكل. بينما بالفترة الأخيرة كانت الأعراض الصدرية هي المسيطرة، وهذا بسبب كتير من الأمور. نحن يوم اللي كنا نحكي إنه التباعد بين الناس ولبس الكمامة هن طرق الوقاية قبل طبعا حصول الدول على لقاح الكوفيد. نعم. هذا كان له إنه ما بحيث إني ما نصل لهالفترة اللي وصلنا لها هلا. هذا التباعد اللي كنا بدنا اياه، لاني عم يجينا مريض كوفيد قبل كان عم ياخذ الفيروس بكمية قليلة من مصدر او مصدرين. التقارب وهالمجالس العزاء ومجالس والاعراس والمقاهي اللي تنحط فيها النراجيل، تجمعات بشكل عام، عم تعطيك انه نسبة الإصابة ممكن يكون القاعدين معنا حوالي 20 30 50 شخص، بكون منهم المصابين 4-5. أنت عم تاخد الفيروس من 4-5 مصادر. نعم. إذن عم تاخد نسبة كبيرة من الفيروس. أنت إنسان عمرك فوق 50-60 سنة مع أمراض مزمنة، أنت مريض ناقص المناعة.
هل نقص المناعة وعدد الفيروس، كمية الفيروس الكبيرة اللي دخلت لجسمك ودتنا إلى المرحلة اللي بلشت الوفيات عنا إلى حد ما تزيد. يعني أنا بتذكر بالأشهر الأولى كنا نضاهي الدول الأوروبية بنسبة الوفيات وأقل منا طبعا. أقل بكتير. يعني كان يقولوا أنه بالدولة الفلانية النسبة 3. أنا حسب إحصائيات اللي نحن كنا نساويها نسبتنا كانت ما تجاوزت 3. الإصابات والوفيات حتى بالإصابات والوفيات. هلا نحن إصاباتنا المؤكدة اللي عم يجرى إلى مسحات، يعني تحليل PCR وتشخص إيجابيا، عم تطلع قليلة. السبب هو طبعا مو كتير من المرضى يعني يرفضوا يروحوا، عدد كبير يرفض يروح يساوي التحليل، هي 1. 2 عدد كبير آخر ما يوافق يجي على دكتور. العدد الثالث اني صار عنا الكوفيد 19 ممكن اغلب البشر صاروا يخجلوا منه، كأني هل هو مرض الايدز او سيفلس او شيء مرض اكتسبته بطرق غير مشروعة. هذا مرض مثل الجريب العادي، ولكن شعبنا شوي لسه بدنا من الحضارة كتير لنوصل لنفهم ايش معنات الكوفيد وشلون نحصل عليه. هاي الاسباب اللي خلت نسبة الوفيات تزيد عنا، انه المريض ما عم يراجع لبعد 7-8 ايام. هلا ممكن يسألك احد المرضى، طيب انا راجعتك باليوم الاول والثاني وطلع معي كوفيد، ايش بدك تساوي لي؟ هلا انا ممكن ما عندي علاج نوعي لاقتل هالفيروس، ولكن عندي طرق وقاية من اختلاطات الفيروس، لان اللي عم يموت ما الفيروس عم يجي يضرب طلقة على هالمريض وعم يقتله، لا أكيد. هذا الفيروس عم يتكاثر، لنفرض ينقسم انقساماته جوا الخلايا الرئوية، عم يصيب الرئة. طيب ايش هن اختلاطات هذا الفيروس؟ انا اما عندي تليف رئوي او عندي صمة رئوية او ممكن اكافح هالصمة الرئوية، ما اخليها تصير قبل ما تصير، لانه بعد ما تصير ما عاد اقدر اساوي لها شيء. مريض التليف الرئوي كذلك ممكن بشوية تمارين تنفسية، بشوية أدوية وقائية ممكن. وحتى هلا طبعا ما ترخص عنا برابطة الأمراض السورية بصراحة هذا الدواء، وماني عم أساوي دعاية للدواء، ولكن جربناه أنا وبعض زملائي من أطباء الصدرية هون. هذا الدواء يعني بألمانيا بإقليم كردستان وبتركيا وبهالدول المحيطة أنا بعرف أنه في عم يستعمل، ونحن استعملناه عند كتير من المرضى. هو دواء ما نقاتل فيروس كوفيد، ويستعمل لفيروسات أخرى، ولكن أعطي لبعض الناس، ولوحظ أنه الأعراض تجي خفيفة كتير والاختلاطات أقل، وحتى فترة المرض عم تجي أقصر من المدة اللي عم نشوفها. يعني هي بشكل هذا الدواء اسمه فافيرا. فافيرا عياره 200، موجود بالبلد تهريب، وممكن الواحد يحصل عليه، شوي غالي السعر، ولكن يعني بصراحة جربناه على كتير من المرضى، وكانت نسبة الاستجابة جيدة عند أكثر من 50%. ما راح أقول لك دراسات سوينا أني مثلا والله 100 حالة عطيناها، لا ممكن كل واحد منا عطى ل20-30 مريض وراقبناهن. هل يا ترى بقول لك المريض أنا طبت بدون الفافيرا؟ وارد لأنه هذا الدواء لم يصادق عليه الFDA، لم تصادق عليه منظمة الصحة العالمية، ولكن اعطاؤه وكتجارب سووا الألمان والأتراك ونحن شفنا نتائجه مقبولة، ما جيدة، مقبولة، تمام، وما له تأثيرات جانبية. أكيد رح نتطرق للعلاج دكتور، وحكيت شوي أيضا كمان عن موضوع الوفيات، يعني كانت معلومات فعلا قيمة كتير. دكتور، هلا دائما بيتساءل المستمع أو المواطن أنه يا ترى بقدوم فصل الشتاء بتكتر فرص الإصابة بهذا الفيروس، كيف بدنا نميز ما بين الفيروس والجريب العادي أو الإصابة بكوفيد 19؟ هلا عمليا إذا رجعنا للآلية اللي قلنا
كيف بينشأ وكيف بينتقل وشو لازم نساوي لنوقي حالنا. هل الشغلات هي اللي بدها تدلنا انه بفصل الشتاء راح يزيد ولا لا؟ نحن بمجتمعنا ممكن بالصيف ندور نطلع نجي نتباعد عن بعض، ولكن بفصول الشتاء بنشوف تجمع حول الصوبيا شي 20 شخص، ممكن واحد منهم مصاب، هاي واحد. 2 بكرة عنا أعياد الميلاد، أعياد رأس السنة، تشوف العالم كلها مجتمعة بمحل واحد منهم مصاب عدا. هاي الظروف اللي بدها تخلينا. ثالثا في شيء اسمه فصل الشتاء، يعني فصل انه مريض اللي عنده مناعة ناقصة بوجود الفيروسات المتعددة اكيد راح تقل مناعته اكتر واكتر. بقى هل شغلات اللي نساويها راح تبعدنا عنها، وهذا السبب اللي انه بالشتاء ممكن يجينا تراكب فيروسي، يعني يجيني مريض معه كوفيد ومعه ممكن جريب او ادينو فيروس او شيء فيروس تاني يتراكبوا. هي مثل واحد شايل شنتاي على كتفه اليمين، جينا شيلنا شنتاي على اليسار كمان، يعني سوينا له حمل زيادة. اكيد راح تكون الاختلاطات اكتر ونسبة الوفيات اكتر والمرض راح يكون اشد. هلا قلت سألتني سؤال شوي صعب، ما حد اتوقع يقدر سريريا يفرق بين الجريب والكوفيد 19. ليش؟ لاني هن مرضين فيروسيات. نعم. هن مرضين، يعني انت لو قلنا انه والله مرض الجريب مرض موسمي، يعني بيجي بفصل الشتاء، بالصيف بالربيع ما عندي جريب مثلا. طيب انا هلا بفصل الشتاء واجاني واحد عنده اعراض سعال، يعني ال3 أعراض الرئيسية بالكوفيد هن 3 مشتركين. نعم. ويجيك مريض بحمى بسعال جاف، قل لك ممكن هذا المريض عنده لنفرض فقد حاسة الشم والذوق. طيب أنا بتوقع أني حاسة الشم والذوق ممكن ما نلاقيها ب10% من مرضى الكوفيد، مو القريب. يعني مو كل مريض يجيني دكتور والله أنا عندي حرارة وآلام مفصلية وآلام عضلية وسعال جاف وفقد حاسة الشم والذوق. هذا عم يجيك مريض مدرسي، مدرسي مو موجود لا بالعيادة إلا هذا بالكتاب موجود تقدر تفرقه تماما. أما يجيك مريض والله بدي إنه المريض اللي قريب عنده سيلان أنفي، والله مريض الكوفيد عنده جفاف بالمخاطيات وعنده يبوسة. أنا هذا العرض ما أقدر أعتمد عليه بتشخيص مرض ممكن يؤدي إلى وفيات. نعم. يعني مثلا يجيني مريض والله الدكتور أنا أنفي سيلان، إيه روح أنت ما معك كوفيد. لا هذا غلط. الكوفيد بدك تشخصه مريض قريب. أولا فترة القريب ما كانت تتعدى 7 أيام. نعم. فترة الكوفيد طويلة، ولكن بدي استنى 7 أيام على مريض الكوفيد. لا. أي مريض أعراضه تشبه الجريب العادي أنا أفضل يعامل كمعاملة كوفيد، يعني ينطلب له تحاليل وصور وهل هو اللي يثبت لي تشخيص إنه أخي ما عندي كوفيد بوقت أعالجه قريب. أما بدي بالأول أنفي الكوفيد وبعدين أما نيجي يقول لمريض روح أنت ما معك شيء. لأن في حالة صارت ما رح نذكر أسماء الأطباء، مريضة حامل اجت بالشهر 8 عمرها 22 سنة. نعم. شخصت كوفيد، راحت لعند أحد الأطباء قال له ما في كوفيد هاي ذات رئة. المريضة خلال 3 أيام توفت. 22 سنة عمرها. ما هذا طبعا هاي بدها تتوفى سواء من كوفيد ولا من ذات رئة، تشخيص صح ولا غلط، بس اني انا ما انفي الكوفيد لهالمريضة. ممكن انا اغلط اقول له روح ما معك كوفيد ويجيني بعد 3 ايام دكتور انت قلت لي ما في شيء واليوم جيت عم تطلب لي طبقي محوري. إيه طيب يوم اللي جيت ما كان عندك اعراض صح. كافية. انت جيت بسعال جاف خفيف ما وجهني، طلبت لك صورة صدر ما فيها شيء. ما بدي أكلفك أكتر لأني مريض الكوفيد. أنا من يومين اتصلت مع أحد الأطباء بألمانيا، يوميا 5600 يورو أجرة
تحاليل وصور لمريض الكوفيد. أول 3 أيام يكلفن 16,500 يورو، وبعدين يبلش بعد ما تشخص يبلش ياخذ علاجه ومراقبة عادية بالعناية المشددة. نحن عندنا ممكن مريض الكوفيد ما يكلف 16 يورو، وهذا كتير بالنسبة لشعبنا. أكيد. دكتور، وسائل التشخيص هلا نقطة مهمة ذكرتها، هي انه المريض لما بيجي لعندكم على العيادة، من الأخطاء الشائعة من اللي ذكرتهم هي هالملاحظة هي، انه ما لازم الطبيب ينفي حالة الكوفيد إلا يساوي 1 2 3 بالضبط الروتين اللي طبعا أنا شفت كتير من الشباب بيطلع معهم مسحة البلعوم سلبية، يلا روح على البيت ما معك انت كوفيد 19. لا، مسحة البلعوم 60% تعطي إيجابيتها بأيدي خبيرة تماما. يعني عفوا اليوم اللي الواحد بده ياخد المسحة، طبعا الشباب أحسن مني بياخدوها بس ولكن ممكن تطلع معهم بالغلط شوية بصاق ما يكون فيه كوفيد. هذا البصاق تماما ما وصل للمخاطية، ما أخذ من المخاطية، معناته هذا التحليل هذا بسموه فالس نيجاتيف، هذا سلبية كاذبة. ليش؟ لأنه أنا عندي سلبية تماما يوم اللي أخذت مخاطية المريض من البلعوم، أخذت من المخاطية وطلع معي سلبية، هذاك اليوم بقول هذا سلبي، ولكن هذا ليس بتحليل مثبت 100%. أنا عندي خبيرة أي واحد طلع معي سلبي ولكن الأعراض تشبه الكوفيد ومريض عنده أعراض صدرية، ببعته بساوي له طبقي محوري تماما. هلا عمليا هو لازم يعاد التحليل اللي عنده أعراض بعد 3 أيام من المسحة الأولى. إن طلعت المسحتين سلبيات وما توقع يطلع مسحتين سلبيات، الأولى سلبية الثانية إيجابية لازم تطلع، هذا المريض يرجع يساوي طبقي محوري. الطبقي المحوري إيجابيته أكثر من 85%، في بعض الكتب يقولوا 93%. مجرد وجود الزجاج المضبب مع أعراض تشبه الكوفيد 19 هذا يشخص المريض 93%. أعراض سريرية مع طبقي محوري موجه. هلا بده يجي الطبيب أو إنسان عادي يسألني يقول لي ليش الزجاج المغشى مميز فقط للكوفيد؟ لا، مميز لكتير من الأمراض الفيروسية، مميز للتليف الرئوي، بعض حالات القلبية اللي يصير فيها وزمة ممكن تساوي زجاج مغشى. ولكن أنا بدي أقول عندي زجاج مغشى مع قصة مع أعراض سريرية، هذا موجه. أما يجيني والله رحت ساويت يا دكتور مسحة بفلان محل وطلعت سلبية، معناته أنا ما عندي كوفيد. أو رحت ساويت هلا في تحليل كمان عم يساووه الشباب الأجسام المناعية الIgG والIgM. الIgM هي تظهر بالأعراض الحادة ولكن من اليوم الخامس فما بعد. أنت إذا كنت مصاب باليوم الأول راح يطلع سلبي طبعا. والIgG تطلع ممكن تطلع بعد 21 يوم من الإصابة، ممكن ما تطلع. في كتير من الناس ينصابوا بالكوفيد ما يصير عندهم كمية الأجسام المضادة بتكون كتير قليلة. كمان في شغلة بدي أنوها أني في كتير من الشباب عم يروحوا يوم 15 يساووا تحليل تاني للPCR. أوه والله عندي PCR إيجابي، معناته أنا بعدني مصاب. هلا أنت ما مصاب، مجرد بقاء فيروس صغير واحد عندك أو بقايا الفيروس الميتة ممكن تعطيك إيجابية للمسحة. هذا مو دليل أني هاي المسحة معناته أنت إيجابي وأنت بعدك معدي وأنت بعدك مريض. لا، أنت ساويت يوم واحد التحليل طلع إيجابي. نعم. ساويته ب15 واحد طلع إيجابي، هذا ما يعني، هذا ينعاد منهم يعيدوه بعد 72 ساعة، واللي عندهم إمكانيات قليلة يعيدوه بعد 7 أيام. لهيك هلا بأغلب الدول ما عاد يساووا تيست كنترول. طلع إيجابي خلص 14 يوم وروح على بيتك، لا ما عاد يساووا بروتوكول جديد. هذا بروتوكول جديد انه ما عاد في داعي لاثبات انه هذا التحليل صار سلبي وانت ما عاد معدي. لا خلص 14 يوم وروح انت مو معدي، لانه فترة بقاء الفيروس حي جوا الجسم. طبعا الفيروس كائن ميت برا قلنا، عبارة عن بروتين RNA بروتين وحوله هلام
شحمي يفوت لجوا الخلية وهنيك يتكاثر ليوم ال 12. باليوم ال 12 يبلش هذا الفيروس ينزل عدد تنازلي. في كتير من الشباب يساووا شيء اسمه تحليل السي ار بي. اول يوم يطلع معهم سي ار بي 7 ايجابي. تمام. يجوا يوم ال 14 يقول صار عندي السي ار بي 101. هذا كتير يا دكتور، معناته انا ساء وضعي. لا، السي ار بي له مخطط بياني يطلع باليوم ال 14 يبلش ينزل بزروت. هذا لليوم 52 ليرجع للطبيعي. في ناس قبل 52 ولكن ان باليوم 53 ضل عندك سي ار بي ايجابي معناته في شيء تاني. اما باليوم 52 من اول يوم لازم يكون سلبي. خلاص يعني ما انه المريض يخاف على حاله. حقيقة هاي معلومات جدا جدا مهمة. لكن حابب ذكر مستمعينا اللي عم يسمعونا، انتوا هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا من إذاعة بوير اف ام. ضيفنا بالاستوديو الدكتور داود بلال، اختصاصي بأمراض الصدرية. اللي حدا عنده أي سؤال بخصوص الفيروس، فيروس كورونا، 429-101 هو رقمنا الأرضي. عبر الواتساب فيكم عبر رسالة تبعتوا لنا أي سؤال بيخطر على بالكم بخصوص الفيروس، 093-82-80-81-4، أو عبر البث المباشر إذا بشي بيخص الأمراض الصدرية أو أي شيء بيخص الفيروس عبر بثنا المباشر بوير عربي. حكينا كتير معلومات قيمة جدا صراحة. الدكتور وضح لنا كتير نقاط مهمة. لكن دكتور، من خلال حديثنا من شوي ذكرت أنه امرأة حامل عمرها 22 سنة أصيبت بالفيروس وتوفت، أكيد نتيجة الفيروس أو ربما لا نتيجة يعني الفيروس كانت. دكتور، نسب خلينا نحكي عن نسب الإصابة ونسب الوفيات. هلأ خلال متابعتنا هالموضوع هذا ما ذكر ولا بيوم من الأيام أنه طفل انصاب. أغلبيتهم اللي عمارهم فوق 50 و60 و70 يعني فما فوق. خلينا نحكي عن نسب الإصابة ونسب الوفيات، لو تحكي لنا شوي. هلا نحن نقول إنه أطفال ما ينصابوا ولكن في عدة شغلات لازم نعرفها عن الطفل هي اللي عم تخلي تجي الإصابة خفيفة وعدد أيام قليلة. وإنه هون بقولوا إنه الطفل الفلاني انصاب بقريب عادي. وحتى كتير من المدارس تقول إن أنا كتير شفت طفل عمره 7 سنين حاطط كمامة. كتير من المدارس تقول إنه الكمامة لازم تكون بعد عمر 10 سنوات، إنه قبل 10 سنوات الإصابة إذا إجت كمان كتير خفيفة وما تبين. السبب يعود للجهاز المناعي. هلا أسباب كتيرة. أولا حصول الطفل على اللقاحات، وخاصة كان في دراسة هندية عن لقاح السل البي سي جي. بيقولوا إنه البي سي جي يلعب وجود هاللقاح بعمر صغير. إنه نحن هذا اللقاح نحن أخذناه يمكن من 40 سنة. طبعا من 40 سنة ضل بقايا اللقاح بجسمنا، وهذا اللقاح ما له جرعات داعمة. هلا مثلا التهابات الكبد ممكن الواحد ياخذ 0 1 بعد 6 شهور بعد 5 سنين. كل 5 سنين ياخذ جرعة. مثلا مكورات الرئوية للناس معينة ممكن ياخذ جرعة كل 5 سنوات. ولكن البي سي جي يعطى للطفل جرعة وحيدة من يوم الثالث بالماكسيموم يمكن اليوم السابع من العمر. أنا هيك توقعاتي. هذا اللقاح لسه بيكون تازة، لسه عاطي مناعة. واللقاحات الثانية هي وحدة 2 الطفل يعني. الطفل ثانيا مناعته بعدها قوية جديد، ما تعرض لأمراض مزمنة. يقدر إلى حد ما إلى أعراض الفيروس. لهيك عم تجي الأعراض عند الطفل خفيفة، ما إنه ما ينصاب. والنسبة ما راح أقول لك، بس أنا اللي لاحظته عنا بدي أحكي عنا برا كل دولة لها خصوصية معينة. نحن نسبة الوفيات الإصابات بشكل عام أنا شفت نسبة الرجال أكثر من النساء عنا.
ونسبة الوفيات عند الرجال أكثر، ونسبة الوفيات عند الرجال أكثر من عمر 60 أكثر. أما شفت يعني يمكن كتير قليل اللي توفوا من كوفيد 19 عنا أقل من عمر 50 سنة. نسبة الإصابة عند ذوي المجموعات الخطورة كانت أكثر، اللي مثلنا بالسلك الصحي. يعني أنا ممكن شفت شي 30 أو 35 إصابة عند الأطباء أساتذة اللي هون عنا على مستوى مدينتنا. أحكي شي 35 إصابة أنا شفتهم عند الشباب أطباء وصيادلة. هدول من المخالطين. يعني إذا جيت أنا عندي حوالي 200 طبيب، إذا 30 واحد مصاب معناته عندي نسبة الإصابة 15%. 15% نسبة كبيرة. هذا دليل على الشيء اللي حكيناه، التقارب والجلوس عدم أخذ التدابير اللازمة للوقاية. أما نجي لنسبة الإصابة، هي الإصابة تقريبا متساوية عند الكل معرض للإصابة، ولكن الوفيات والإصابة الشديدة بالأعمار اللي أكثر من 60 سنة مع وجود أمراض مزمنة كالتهاب قصبات مزمن، داء سكري، ارتفاع توتر شرياني، مرضى المجازات الإكليلية، القصور الكلوي، مرضى أمراض الدم وهكذا. كتير أمراض مزمنة. هاي ليش الإصابة تكون أشد عندن؟ لعدم وجود مناعة أصلا بجسمهم. مريض عم يغسل كلية، إيش ضل عنده مناعة هذا المسكين؟ ولا مريض داء سكري منهد حيله مناعيا ومن الأدوية ومن كتير شغلات. هذا هو السبب الأشياء للوفيات، إنه عند كبار السن وعند أقول ذوي الأمراض المزمنة. حقيقة دكتور يعني اختصرت علي سؤال اللي هو كان الأكثر فرصة للإصابة بهالمرض والأكثر وفاة. يعني دكتور نحكي عن ممكن أنا أحكي شغلة؟ تفضل. يعني هلا ممكن نضل عنا وقت قليل، بدي أحكي شوي عن اللقاح. تفضل دكتور. طبعا يعني اللقاح قلنا 3 شركات هلا متبنية اللقاح، شركات كبيرة، وهالشغلات اللي نحكي عنها تجارة وما تجارة. كل إنسان بده يشتغل شغلة بده يربح منها. ما حد بده يساوي اللقاح لسواد عيوني وعيون فلان وعلان. ولكن اللي ساووا هاللقاحات الله يعطيهم العافية داءبوا على شغل طويل الآمد. اللقاح شغلة كتير كويسة. اني انا اليوم قريت انه اللقاح ممكن يعطي مناعة دائمة، وممكن يعطي مثل القريب مناعة لسنة، ووجود مناعة لسنة يقول لك انه بعد السنة الجاي بدي انصاب. لا، يوم اللي انا اتلقح كمدينة القامشلي مثلا 80 من الشعب يتلقح، وبال120 انصاب، هاي 100 معناته السنة ما راح يضل عندي فيروس. أكيد. هذا الفيروس بده يموت، يتلاشى، يروح طبعا. يعني بده ينمحى شوي من الوجود. ما انه والله معناته انا بدي اخذ لقاح. ايش استفدنا سنويا هون؟ واللقاح فيه شغلات لازم الواحد يعرفها. اللقاح لا يعطى للحوامل، هاي 1. لا يعطى لمريضة مرضع، لإنسان مرضع. 3 لا يعطى لمرضى اللي عندهم حساسية على اللقاح. 4 المنهكين مناعيا زيادة ممكن اللقاح يساوي لهم تأثيرات جانبية. حتى ببريطانيا امبارح في 2 أدخلوا بالمشفى نتيجة استعمال اللقاح، ولكن هذا 2 من أصل 100,000. وهذا وارد لأني الشركة اللي مؤنتجة قالت إنه أنا لقاحي 95% آمن وفعال. ولكن قبل ما ينتجوا اللقاح أخذوا رخصة أنه نحن مو مسؤولين عن التأثيرات الجانبية. ليش؟ تقول لك لأنه هاي تجارة. لا، ما أنا تجارة. الدواء اللي بدك تاخذ تأثيراته الجانبية وتساويه فعلا هذا الدواء آمن على شيء بدك تطبقه 3-4 سنين. لهيك اللقاح أي دولة يكتبوا لك بالنشرة الإخبارية الدولة الفلانية وافقت إسعافيا على استعمال اللقاح إسعافي أو بشكل طارئ. إيش معنات بشكل طارئ؟ يعني غير مسؤولة عن التأثيرات الجانبية للقاح، لأنه اللقاح والمرض كله عمره سنة.
المرض من شهر 11 2019 وهي نحن بالشهر 11 2020. يعني عمره سنة ما لحقوا لسه على يساووا هاللقاح. ولكن أنا متفائل بشغلة وخلي الشعب كمان شوي يتفائل. أنا نظرتي العلمية هيك. مريضة أوهان، مدينة أوهان الصينية نشأ الفيروس فيها من سنة، والأمراض بلشت تطلع من سنة. طيب أنا هلا مدينة أوهان انلغت من نشرات الأخبار والشسمه. معناته هالمرضى اللي من سنة انصابوا يا الفيروس تلاشى عندهم كليا خلال هالسنة، يا المناعة أكثر من 3 أشهر اللي عم يقترحوها منظمة الصحة العالمية، واللي المنظمة خايفة أني تقول مناعة سنة أو 6 أشهر. ولكن بالهيك المتابعة العلمية ولو هيك شوي الواحد يدقق أنه أوهان كانت من سنة مصابة بفيروس كوفيد وعدد الإصابات وصلت للملايين. هل من المعقول بعد 3 أشهر اللي نحن عم نقول الإنسان ياخذ فيها مناعة بعد 3 أشهر ولا واحد أصيب في أوهان؟ معناته المناعة أكثر من 3 أشهر إن شاء الله. حكي حلو كتير، وطبعا نتفائل بهذا الكلام هل مثل ما بيقولوا شيء. دكتور طبعا في عنا سؤال آخر هو الأخير. طبعا رح نسأل سؤال الأخت جيهاني اللي عم تسأل إنه هل اللي يصيب بفيروس كوفيد وشوفي يصير معه مناعة ما بقي ينصاب، أو إذا في اتصال مهم. أظن إنه السؤال صار واضح إنه عم تحكي إنه بخصوص مناعة. صار المناعة اللي مدرستين حكوا فيها. أحد المدارس يقول لك المناعة 3 أشهر، وأحد المدارس تقول لك المناعة 6 أشهر. ولكن أنا أشوف حسب ما أشوف عدم تكرار الحالات في أوهان إن شاء الله تكون المناعة أطول. وإذا صحيح إذا الإنسان أصيب وما نعرف حاله وما سوى تحاليل وصور وخايف إنه أصيب ولا ما أصيب، ممكن يساوي الأجسام المضادة اللي هن IgG و IgM. إن طلعت IgG إيجابية لحالة هذا المريض أصيب وصار معه مناعة. أكيد. دكتور، بختام الحلقة راح نختمها بشوية نصائح لمتابعينا لمستمعينا لحتى يستفيدوا. هيك موجز شوية نصائح لإلهم. بنتشكر دكتور داود. طبعا لو تفيدنا بشوية نصائح للمستمعين. طبعا أول شيء هذا الفيروس قلنا انه فيروس ميت برا. استعمال الادوية لزيادة ما في داعي له. يعني جاني مريض عنده كوفيد 19 يكفي ان عنده ما عنده اعراض خطرة، ما نو مريض مشفى، ما نو مريض قبول عناية، ما نو مريض مركز مثلا. يعني ممكن بحبتين مسكن سيتامول ومميع مضاد تخثر دم أعطيه وأبعته على البيت، ما أكتر عليه الإبر الفلانية والسيرومات الفلانية. هلا المريض اللي كان وضعه صعب ضروري ممكن هلا عنا كتير من المرضى باليوم يستعملوا 12 ل 13 جرة أكسجين بالبيت أو سواء بالمشفى. هذا أمر طبيعي إذا صار اختلاط. هي 1. 2 قلنا فصل الشتاء جاي، يا ريت كل واحد ببيته حتى ببيتك أنت تساوي شوية تباعد بين ضيف اجا لعندك. انت واثق من حالك انك ما مصاب، بس مانك واثق من هذا اللي اجا. بدك تعد كل واحد مصاب. هالتباعد. 3 هالشغلات اللي قلنا غسل الايدين، وضع الكمامة، يعني هدول هن طرق الوقاية. ما في اجي اعطيك والله علبة حب أمبسيلين 500 وأقول لك خذ هذا يقيك من الفيروس، ولا أعطيك علبة حب فيراميد ولا شو اسمه. وبعدين في شغلة خلينا نكون بواقع وصريحين، أن الدول الأوروبية عم تقول لعام نهاية عام 2021 راح يكون شعبنا تقريبا نصه و70% ملقح. هذا دليل على أنه إن إجا لعنا اللقاح راح يجي بكميات قليلة وراح يكون غالي الثمن ومو كلنا قادرين لنشتريه. لنوصل لحالنا لهذيك المرحلة اللي صلنا اللقاح فيه وبسعر جيد ونقدر نتلقح كلنا. خلينا نساوي هالشغلات البسيطة.
الابتعاد، الكمامة، الكفوف. ما في مشكلة إذا الواحد مصاب يقعد ببيته، ما يتباهى إنه والله أنا مريض كوفيد وهيني أنا عم أمشي بالشارع ما فيني شي. أنت ما فيك شي، بس عديت عمي، عديت خالك، عديت والدتك، روحتن هدول يعني عفوا ممكن نصفي بعد 6 أشهر بدون إنسان ختيار ينصحنا صح. نتيجة هذا المرض. نعم. وكتير من رفقاتنا يعني هلا حوالي 60-70 أستاذ جامعة نعم للأسف بدمشق. أستاذنا القدير بسام الحمصي الوحيد اللي يشتغل تقريبا أشعة تطبيقية بسوريا امبارح توفى من كوفيد. نعم. يعني هدول هن والبشر والكل ساكنين ببلدنا سواسية، ولكن هالأدمغة الناس الكبار خليهم يكونوا إشارة الكبيرة السيمبول قدامنا. ليش بدنا نفقدهم؟ طبعا بإجراءات خفيفة نقدر نتحاشاها يعني. أكيد. شكرا لك دكتور داود على هالمعلومات القيمة ولتخصيص وقتك لمستمعينا، وبتشكركم مستمعينا ومتابعينا على حسن المتابعة للأسبوع الجاي وضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة.